عادت لنيمار وفي سافيتش. سواريز الآن يصل الكرة، سواريز داخل منطقة الجزاء في زحمة المدافعين. رافينيا، فعل رافينيا، هدف لبرشلونة. هدف للبارسا. رافينيا نعم، كنا ننتظر اليوم، ننتظر سواريز أو نيمار ليكون البطل في هذه القمة، اللي يسجل في مرمى أتلتيكو اليوم إذا قدر لهم أن يسجلوا. يصل هدف في زحمة المدافعين. رافينيا هو الحل، ليست صعبة حالة رافينيا في زحمة مدافعي أتلتيكو مدريد. خطفها، ضربهم، قتلهم، سجل في مرماهم وأذاقهم المر لهدف برشلونة الثاني. وهذه محاولة لأتلتيكو بالراس والتعادل. يا جودين، يا جودين، يا جودين، يا جودين، موعد آخر مع الفرح يا جودين. هدف التعادل لأتلتيكو مدريد. عودة إلى القمة مرة أخرى عاليا، يرتقي دائما عاليا دييغو جودين مسجلا كثيرا ما كان مسجلا من كرات ثابتة، متألقا كثيرا ما كان متألقا في المباريات الكبيرة. الله على كوكي وجودين من راس، لعبها كوكي وأكدها جودين. كوكيز الآن هدف لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد. عودة مهمة إلى المباراة، بالكاد لمسها على الكرة وردة فعالية تير شتيجن. نزليو دفاع، هدف ثاني لبرشلونة. ليو من جديد، ليو ينقذ برشلونة من جديد بعد هفوة في دفاع أتلتيكو مدريد. عندك ليو، لا خوف عليكم، لا خوف عليكم. ليو موجود. شوفوا الكرة اللي كان فيها هفوة من الدفاع، اللمسة من جانب راكيتيتش، نفس وضعية الهدف الأول. تركوه، نسوه ونسوا أنه ليو على مرتين. لا خوف عليكم. ميسي يسجل لبرشلونة، ميسي لديكم، لا خوف عليكم. ليو لإنقاذ برشلونة.